الأصدقاء الأعزاء في كل مكان، الصديقات العزيزات، مرحبا. كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في هذه الجلسة سأحاول أن أنقل إليكم بعض الأفكار والانطباعات التي خلصت إليها بعد قراءتي لعمل روائي مهم لكاتبة وروائية مهمة. آه، قبل أن أبدأ بالحديث عن تلك الخلاصات والانطباعات والآراء، أتمنى أن تكون فناجين القهوة جاهزة لكي يكون حديثنا مصحوبا بنكهة الهيل والقهوة. العمل الروائي الذي سأتناوله في هذه الجلسة آه، عمل يعني كتب عنه الكثير، يعني كثير من الروائيين من النقاد، وأحيانا يحدث لدي شيء يشبه الفضول، فضول القارئ وفضول الكاتب، كي أكتشف هذا العمل، ومن خلال هذا العمل أكتشف عوالم صاحب أو صاحبة العمل. هذا الفضول دفعني بصراحة كي أقتني العمل من معرض القاهرة وأقرأه. أنا بطيء في القراءة، يعني أقرأ بتمزز أو بتمهل أو لست سريعا في القراءة لكي لا أكون سريعا في إطلاق الأحكام، إنجاز التعبير. الفضول القرائي والفضول الكتابي الذي دفعني ل اقتناء العمل وقراءته. وأحيانا يصاب المرء بصدمتين، يعني صدمة الخيبة وصدمة الدهشة. ولا أكتمكم سرا بأنني يعني أصبت بالصدمة الثانية، بصدمة الدهشة. عموما العمل الذي سأتحدث عنه في هذه الأمسية هو أيام الشمس المشرقة للكاتبة والروائية المصرية الأستاذة ميرال طحاوي. هذه الرواية وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر، وللأسف الشديد يعني لم يحالفها الحظ في الفوز بالجائزة. لكن قولا واحدا بالنسبة لي كقارئ وككاتب، هل تستحق هذه الرواية جائزة البوكر؟ بكل تأكيد، دون نقاش. وسآتي يعني في معرض حديثي عن الرواية ضمن الخلاصات لماذا يعني توصلت إلى هذا الرأي. الرواية متوسطة الحجم، يعني عبارة عن 278 صفحة من القطع المتوسط، إصدارات دار العين، أيام الشمس المشرقة. الكاتب السوداني الراحل الطيب صالح في روايته ذائعة الصيت المشهورة موسم الهجرة إلى الشمال، دشنت في العالم العربي للأعمال الروائية التي تناولت ظاهرة الهجرة. كنا قد سمعنا ربما يعني قبل صدور موسم الهجرة إلى الشمال في 1966، يعني الأوساط الثقافية كانت تعلم يعني نتاجات الكتاب والأدباء والشعراء المهجر
لكن أن يكون الأمر ضمن عمل روائي يتناول تلك الأجواء، في تقديري وظني، وأعتقد أنه كثيرون ربما يتفقون معي، أن رواية موسم الهجرة إلى الشمال دشنت لهذا النوع، لهذه الثيمة في الرواية العربية، وفتح الأبواب، يعني الطيب صالح أمام آه، فيض من الأعمال الروائية التي اشتغلت أو اشتبكت مع هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة التي كانت وما زالت مستمرة بسبب يعني موجة الهجرة التي يعني ازدادت مع الأعمال الروائية أيضا. يعني موجات الهجرة التي كانت يعني في السبعينات والثمانينات والتسعينات، ووصلت لمرحلة الذروة في 2011 وما بعد 2011. كتاب وأدباء من ضمن المهاجرين، كان هنالك كتاب وأدباء طبيعة الحال يعني سيتناولون موضوع الهجرة والتصادم مع الغرب وحيوات المهاجرين والتفاصيل. أنا أعتقد، يعني قرأت بعض النماذج الأخيرة من الأعمال الروائية التي تناولت هذه الظاهرة. أنا أيضا كتبت حول الموضوع في روايتي وطأة اليقين، تحدثت عن موضوع الهجرة والمهاجرين. في روايتي الأفغاني سماوات قلقة، أيضا نصف الرواية تحدثت عن هذا الموضوع، أسباب، خلفيات، ظواهر، لكن لكل منا طريقته في المعالجة والتناول. رواية أيام الشمس المشرقة في تقديري وظني تناولت الموضوع يعني بحساسية عالية، بشيء يشبه التحليل السياسي والاجتماعي والنفسي آه، لهذه الظاهرة، ومدى يعني ما أخذه المهاجرون أو اللاجئون من أوطانهم، وما أخذوه من المهاجر حتى أثبتوا وكونوا أنفسهم، ومنهم من بقي على حاله، ومنهم من وجد منفرجا وحقق نفسه. هذه الرواية أعتقد آه، أيام الشمس المشرقة لا يمكن أن يكتبها، يعني أنا يعني عندما قرأتها آه، شعرت بتلك الأجواء وبالحساسية اللي كتبت بها هذه الرواية، إلى درجة قلت يعني لا يمكن أن يصوغ هذا العمل إلا شخص مهاجر، يعني عاش تجربة الهجرة ومعاناة الهجرة، احتك مع المهاجرين في مراكز اللجوء، فيما يتعلق بالترجمة، فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية. ريثما يجد المهاجرون واللاجئون منفرجا أو تستقر أمورهم، كمترجم أو كأي يعني مساعد اجتماعي، صار على تماس مباشر مع حيوات وتجارب وقصص وأساطير وحقائق وأوهام وخرافات المهاجرين واللاجئين. طبعا ليس كل مهاجر لاجئ، لكن كل لاجئ مهاجر، لأنه أسباب اللجوء ربما يعني تكون سياسية أو اقتصادية أو حروب، أو يعني الحفاظ على الحياة. يعني الأغنياء أيضا يهاجرون، ليس فقط الفقراء. متوسطو الدخل أو الطبقة المتوسطة أيضا تهاجر، لكن ليس بقصد اللجوء، بقصد العمل. وهذا ما يدفعني للقول أنه ليس كل مهاجر لاجئ، إنما كل لاجئ بالضرورة مهاجر. يعني سافر أو هاجر أو نزح من بلده إلى مكان آخر بقصد اللجوء يعني. فالكاتبة ميرال الطحاوي، ولأنني مررت بتجربة اللجوء،
أثناء قراءتي للعمل يعني حسيت مدى الجهد والحساسية الموجودة في التحليل، في البناء، في عرض مشاكل المهاجرين. طبعا أنا مررت بتجارب مريرة، يعني عشت تجربة الاعتقال، عشت تجربة الزوارق المطاطية، العبور عبر البحر من تركيا إلى اليونان، تلك عبر الشاحنات، عبر الزوارق المطاطية. عشت تلك المحنة، التماس يعني على مرمى حجر من الموت. كل الأمور هذه أنا عشتها، يعني صحيح أصبحت جزءا من الذاكرة، والآن أنا مواطن بلجيكي ويعني أوضاعي مستقرة، لكن تلك الذاكرة المريرة، ذاكرة النجزوح، الهرب من الوطن تحت يعني ضغط الملاحقة الأمنية والاستدعاء الأمني والتهديد الأمني، هذه التفاصيل الموجودة في تجربتي الشخصية جعلتني أتفاعل مع هذه الرواية، وأضافت إلي أشياء أنا يعني لم أعيشها، وأشياء مررت بها، يعني خاصة قصص اللاجئين والمهاجرين وفبركاتهم واختلاقهم للأساطير والخرافات، لكي يعززوا موقفهم في الحصول على الأوراق والإقامة أو حق اللجوء السياسي أو الإنساني أو الاقتصادي في البلد الذي هاجروا إليه. وبالتالي هذا ما دفعني أنه الكاتبة ميرال ضحاوي يعني هي أستاذة وأكاديمية وتدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، يعني هل احتكت مع اللاجئين والمهاجرين بشكل مباشر كمترجمة أو كباحثة أو كمساعدة اجتماعية، أو يعني لكي تتشكل لديها هذه الأرضية القوية المتينة المتماسكة من سرد القصص والحيوات؟ كل هذا يعني لا يمكن لأي كاتب مهما كان خياله خصيب ومقدرته اللغوية عالية أن ينتج ويتحفنا بعمل روائي ما لم يكن على تماس بشكل مباشر أو غير مباشر مع اللاجئين وقصص اللاجئين وحقائقهم وأكاذيبهم أيضا. العنوان بسيط، لكن هذه البساطة تنطوي على قدر من الالتباس. أيام الشمس المشرقة، جملة بسيطة يعني، وتخبر أكثر مما توحي، لكن للوهلة الأولى يتشكل لدى المرء أنه يعني عناوين، يعني هذا العنوان ينتمي إلى تلك العناوين البسيطة التي لطالما كانت عناوين مواضيع الإنشاء في مرحلة الدراسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. أيام الشمس المشرقة، أيام الشتاء، أيام الصيف، أيام الخريف، يعني تلك العناوين البسيطة. لكن من الفصل الأول يتضح لدينا أنه الشمس المشرقة اسم مكان وليس يعني تعبيرا عن حالة. الشمس المشرقة حالة طقسية أو حالة الجو أو أيام الشمس المشرقة، سواء كان في الصيف أو في الربيع يعني، أو حتى في الخريف يعني. فالشمس المشرقة ليس الموجود في العنوان ليس تعبيرا عن الحالة المناخية اللي تتشكل لدينا للوهلة الأولى لقراءتنا العنوان، إنما
اسم المكان، الأرض أو الشمس المشرقة، اسم مكان. وتعطينا الكاتبة ميرا الطحاوي في الفصل الأول تعريفا عن هذا المكان، وتستمر في الحديث عن تفاصيل والبنية الاجتماعية والتنوع الاجتماعي ومجتمع اللاجئين ومجتمع العشوائيات، كل التفاصيل والمجتمعات الموازية أو المتاخمة للشمس، منطقة الشمس المشرقة، من دون أن تخبرنا يعني هل هذه المنطقة حقيقية أم يعني موجودة أم وهمية، وأين تقع يعني هذه المنطقة. أحيانا من خلال القصص والسرد يعني يستشف المرء أنه لربما كانت أمريكا اللاتينية أو منطقة وهمية مختلقة من خيال الكاتبة، لكن في الصفحات الأخيرة من الرواية تبين لي، وتحديدا يعني في الصفحة 272، أنه الشمس المشرقة مقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما يعني زورق عين الحياة يتعرض لتلك المحنة، لتلك الأزمة، ويعني خفر السواحل أو الجمارك يطلقون النار على الزورق ويمنعون الزورق من دخول تلك الأراضي، والمسؤول الأمريكي الذي يصرح ويبرر هذه الفعلة الشنيعة. هنا في نهاية الرواية يتبين لنا أنه الأرض الشمس المشرقة كان مقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي العنوان، هل يعني حقق أهدافه فيما يتعلق بجذب القارئ ومسألة تحفيز الفضول لديه ليبقى يسأل؟ نعم حقق، يعني حقق في عندما بدأت الروائية بالحديث عن أنه الشمس المشرقة ليست حالة طقسية، حالة وقتية، حالة فصلية، حالة موسمية، لا، إنما الشمس المشرقة هي مكان، دولة، نظام، جزء من الكون اللي نحن يعني أو الكرة الأرضية اللي نعيش عليها. وفي نهاية المطاف أنه هذا المكان هو يعني الولايات المتحدة الأمريكية، والكاتبة تعيش هناك وتعمل هناك بوصفها مهاجرة، يعني بقصد العمل، تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، ولربما الآن يعني تحمل الجنسية الأمريكية، لا أعلم، يعني ربما أصبحت جزءا من هذا النسيج الاجتماعي اللي يبدأ حياته في البلد الآخر، في الوطن الآخر، في المهجر كلاجئ أو مهاجر، ثم يحقق ذاته ويصبح جزءا فاعلا ومؤثرا في البلد الثاني. طبعا البناء الروائي في هذا العمل أيام الشمس المشرقة كان بناء متماسكا وغريبا. يعني وجه الغرابة أن الروائية ميرا الطحاوي قسمت العمل إلى 16 فصلا، 5 فصول مرقمة ومعنونة، و11 فصلا معنون بس يعني بدون ترقيم. مثلا يعني الفصول المرقمة والمعنونة: 1 الشمس المشرقة، 2 حديقة الأرواح، 3 سرة الأرض، 4 تلة سنام الجمل، 5 الربع الخالي، الكوارتر. والفصول غير المعنونة، عفوا، والفصول غير المرقمة والمعنونة هي
السيدة ذات الأوجاع مثل كلب أليف، شعر الجنية، أم حنان، زينب، النبي الكاذب، المسالك والممالك، الروض العاطر، آشفيلد، صورة الفنان في شبابه، وعين الحياة. عين الحياة والزورق يعني. آه، هل هذه الفصول في طياتها وفي جنباتها حيوات مستقلة وحيوات متقاطعة ومتفاعلة، أنتجت الكثير من العقد الدرامية، البؤر الدرامية. يعني بداية الرواية بدأت بجريمة قتل، ونهايتها أيضا يعني انتهت بكارثة، كارثة الزورق، عين الحياة، المكتظ بالمهاجرين. لكن تفاصيل أسباب القتل والحيوات والشخصيات الروائية، كيف تشكلت، من أين أتت، من بيئات مختلفة، من أوطان مختلفة، من الأسماء، من الحالات، يستشف المرء أنه الشخصية الفلانية، نعم الخباز، أتت من مصر، وسليم سليم النجار أتى من لبنان، شخصية المرأة العراقية التي كانت جزءا من السلطة هناك، والثرية الدوري أيضا أتت من العراق. وهكذا من خلال سرد الحيوات بدون أن تخبر الأسماء الأوطان يستشف القارئ. يعني الكاتبة تركت الموضوع لاجتهادات القارئ وللسعة المعرفية الموجودة لدى القارئ، لكي يعرف هذه الشخصية من أين أتت إلى الأرض المشرقة. لكن السؤال الذي يعني شغلني وأطرحه هنا أيضا، يعني لا أعلم لماذا اكتفت بترقيم 5 فصول مع وجود العناوين، وأبقت 11 عنوانا معنونا دون ترقيم. يعني 5 فصول من أصل 16 فصل مرقم ومعنون. أما وتتخللها، يعني هذه الفصول ليست تباعا، هذه الفصول ال5 تتخللها الفصول المعنونة وغير المرقمة. يعني حتى لو كانت، يعني لو حذفت الأرقام، في تقديري ما أحدث ذلك خللا في البناء الروائي، أو رقمت الفصول الأخرى أيضا، لما يعني أصيب البناء الروائي بخلل. وهذا تقديري وظني، لربما أكون مخطئا، يعني ربما تكون الإجابة لدى الكاتبة أو لدى قراء آخرين يحاولون يعني التماس تأويل لهالمسألة، هل التكنيك في البناء الروائي. طبعا لأن العمل الروائي في تقديري وظني موقف نقدي من الحياة، من الذات، من الآخر، موقف جمالي، وموقف حتى ربما يكون يعني سلبيا أيضا، يعني الانطباعات، المشاعر السلبية أيضا. يعني الجانب النقدي ربما لا يكون فقط محصورا في الجانب المنطقي العقلي، ربما يعني مسألة النقد على العاطفي، إنجاز التعبير. هذه الرواية تنطوي على حمولة نقدية، يعني لمجتمع اللاجئين ولأوطان اللاجئين الأصلية وللمحجر، ويعني تطرح الكثير من الأفكار في هذا السياق، أفكار نقدية وأفكار مهمة ولافتة. من الأفكار المهمة اللي يعني التقطتها أثناء القراءة مسألة
يعني شخصية اللاجئ السياسي ما عادت بذلك السحر والبريق يعني. وفي الرواية أيضا الكاتبة أتت عبر عدة شخصيات، لكن أبرزها شخصية سليم النجار، اللي يعني يفبرك حول نفسه القصص وكذا، ولا أحد يعلم هل هي حقيقية أم لا، هو نفسه يصدق هذه القصص. هذه الرواية انتقدت أو أشارت إلى مسألة يعني لكثرة الزعم. هذا من جهة زعم اللجوء والخلفية السياسية والنشاط السياسي ما عادت يعني لمفهوم اللاجئ السياسي تلك القيمة وذلك البريق الذي كان موجودا سابقا. هذا من جهة. من جهة أخرى كثرة اللاجئين السياسيين الحقيقيين أيضا، يعني مش بس المزيفين، الحقيقيين أيضا قلل من تلك ذلك المخزون، ذلك الانطباع المبهر ربما لشخصية اللاجئ السياسي المثقف التنويري الحداثوي يعني المعبأ بالمعارف. الآن الموضوع صار يعني عاديا. الرواية تشير إلى هذه المسألة. بالنسبة لمسألة يعني صحيح أنها تتناول ال- ال- الشخصيات المحدودي الثقافة أو اللي يعني المتعلمين لكن غير المثقفين. هنالك يعني شخص متعلم ربما حصل على درجة الدكتوراه في اختصاصه لكنه ليس مثقفا، يعني تناقشه في قضية ما أدبية أو سياسية لا يعلم، هو أمي تماما في هذه القضية، إنما يجتهد في ومتمكن وخبير في اختصاصه. هذا الشخص يمكن أن نقول عنه أنه متعلم أو مختص في شأن ما، لكن لا يمكن أن نقول عنه بأنه مثقف. في أيام الشمس المشرقة نماذج من الناس العاديين، الناس البسطاء اللي هاجروا، ونماذج من الشخصيات المثقفة العبان المخادع أو المراوغ. هذا كان موجود في شخصية الأزهري، نسيت اسمه، لحظة، يوسف الأزهري. أشارت الروائية، حللت شخصيته وأشارت إليه في ضمن الشخصيات الروائية التي تناولتها. بصراحة أفكار كثيرة موجودة في هذه الرواية، أفكار مهمة ولافتة وجديرة بالتوقف عندها ودراستها أيضا. اللغة التي استخدمتها ميرال الطحاوي في أيام الشمس المشرقة لغة أدبية جميلة رشيقة متماسكة سلسة، ما فيها ذلك يعني لا يتواجد فيها ذلك الزخرف المعجمي أو تلك الجمل الطويلة التي تحتوي على جمل اعتراضية ويعني جمل متوسطة، ولغة قريبة من القارئ العادي والقارئ النخبوي. يعني أتت لغتها هكذا يعني منزلة بين منزلتين، و يعني لغة روائي أو روائية محترفة متمكنة. لكن هل خلت الرواية من بعض المشاكل التي أحيانا أصادفها؟ لا، يعني كأي عمل جميل وبسوية عالية بفنية عالية وبعمق، يعني لا يخلو الأمر يعني من بعض الهفوات والعثرات التي ربما لا يتحملها الكاتب أثناء
كتابة العمل الروائي أو حتى أثناء مراجعة العمل الروائي. هذه وظيفة المحرر الأدبي، يعني أن يراجع و يعني يمقق ويمحص ويدقق خلف الكاتب لكي آه، يعني تخرج الرواية بأقل قدر ممكن من الخسائر. مثلا يعني على سبيل الذكر لا الحصر، يعني موضوع التحرير الأدبي في الصفحة 75 تكررت كلمة الفقيه 12 مرة. يعني أعتقد أنه الأستاذة ميرال طحاوي من المكانة والمهارة اللغوية التي في إمكانها يعني تفادي هذا الموضوع. ربما سهوا في غمرة العملية الكتابية الإنسان يسهو، الكاتب يسهو عن بعض الأمور، لكن ينبغي على المحرر الأدبي وليس المدقق اللغوي. يعني المدقق اللغوي ربما يجتهد أحيانا يعني وطرح بعض الاقتراحات، لكن المحرر الأدبي يعني دار العين ودور النشر المصرية المهمة أعتقد أنه ينبغي أن يكون لديها محررين أدبيين محترفين يحاولون يعني مساعدة الكاتب ومساعدة الدار ومساعدة الرواية لكي تخرج هذه الرواية أو تلك يعني بأبهى أو حلة، يعني خالية من المشاكل أو قليلة المشاكل والهفوات والعثرات. يعني أحيانا الروايات الجميلة من وزن أيام الشمس المشرقة عندما يصادفنا بعض المشاكل نقول يعني يحز في النفس وكأنها روايتي، أنه يا ليت الأمر ما كان هكذا، يا ليت المحرر الأدبي التفت إلى المسائل. لكن بالمجمل يعني اللغة كانت لغة أدبية احترافية متمكنة سلسة رشيقة وجميلة. خلاصة الرأي والقراءة، ومعذرة على الإطالة، أنا قرأت تغريبة القافر، ويعني وجدتها أنه بصراحة يعني بعض الأصدقاء نصحوني أنه ألا أكتب حول الموضوع لئلا يفسر الموضوع كما حدث معي مع تجربة طارق إمام، أنه يستهدف النجاح ويستهدف من الكلام المجاني والمتهافت، فآثرت الصمت. لكن الرواية كانت عادية بصراحة، ووجدت فيها يعني أخطاء حتى تقنية. يعني لا أعلم خيارات لجنة التحكيم وقت ذاك كيف كانت بالنتيجة. أنا لم أقرأ الأعمال الأخرى، ربما الأعمال في القائمة القصيرة لدورة العام الماضي ربما كانت أقوى من أيام الشمس المشرقة، لم أقرأها. لكن الآن أنا إزاء عملين، يعني تغريبة القافر وأيام الشمس المشرقة، إذا سألتموني بكل أمانة وبكل صراحة وبكل جرأة، وأنا لا أعرف الاثنين، لا زهران القاسمي ولا ميرال الطحاوي، كقارئ وككاتب وكصاحب ذائقة، يعني أنا يعني لو كنت في لجنة التحكيم لكنت منحت جائزة البوكر لأيام الشمس المشرقة، لأنها قياسا بتغريبة القافر يعني هنالك بون معقول، لن أقول بون شاسع بين العملين لجهة الجودة والفنية واللغة والكثير من الأمور. لكن حدث ما حدث. بالنسبة لي الآن هذه الرواية مهمة للغاية إذا تمت ترجمتها للغات الإنجليزية والفرنسية، ويمكن عفوا للموظفين الذين يعملون
في مؤسسات الهجرة واللجوء أن يقرأوا هذا العمل بالترجمة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الهولندية أو أي لغة، يعني لكي يطلعوا على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، التحليل الاجتماعي والنفسي لمجتمع المهاجرين، لطرائق تفكيرهم، لطرائق التحايل على القانون، الأكاذيب والأساطير التي يختلقونها. هذا مهم جدا لموظفي الذين يجرون مقابلات مع اللاجئين والمهاجرين أو يفحصون طلبات اللجوء خاصتهم، لكي يتبين لديهم من هو اللاجئ الحقيقي من اللاجئ المزعوم. وبالتالي رواية أيام الشمس المشرقة ليست فقط تتناول مجتمع العشوائيات واللاجئين، وليس فقط تنتقد سحر الغرب و يعني الأكاذيب الموجودة لدى الغرب أيضا، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. لا، إنما تنطوي هذه الرواية على فضلا عن القيمة الإبداعية والأدبية، على قيمة تحليلية نفسية اجتماعية لشخصية اللاجئ أو المهاجر ولمجتمعات اللاجئين والمهاجرين. أعتقد بهذا القدر أكتفي، وسيكون لي وقفة تحريرية ضمن مقال أتناول فيه هذه الخلاصات حيال أيام الشمس المشرقة. واسمحوا لي يعني الكتاب والأدباء الذين يمنحوننا متعة القراءة ويجعلوننا ألا نندم على اقتناء العمل وعلى قراءة العمل، أن نتوجه إليهم بالشكر. شكرا لميرال الطحاوي التي قدمت لنا هذه الرواية.